السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا عن الرسم العقاري. هو وثيقة رسمية تصدر على المحافظة العقارية وتتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعقار معين. تشمل الرسم العقاري معلومات مثلا أولا نقولوا تفاصيل العقار مثل الحدود، المساحة والموقع، بيانات المالك، الاسم الكامل والحالة المدنية. ثالثا الحقوق العينية العقارية مثل حق الانتفاع أو الرهن الرسمي. رابعا التصميم الهندسي التي توضح الحدود العقارية والشكل ديال العقار. يعتبر الرسم العقاري دليل قانوني على ملكية العقار وتستخدم في جميع المعاملات القانونية المتعلقة به مثل البيع، الشراء أو الرهن. في المغرب ليس كل عقار يحتاج إلى رسم عقاري، ولكن الرسم العقاري يعتبر مهم جدا لضمان أمان القانوني للمعاملات العقارية. العقارات المحفظة تحتاج بالتأكيد إلى رسم عقاري لأنه يعد دليل قانوني على ملكية العقار. أما العقارات الغير محفظة فقد لا تحتاج إلى رسم عقاري، ولكن ينصح بتحفيظها لتوفير الحماية القانونية الأكبر للمالك. شكرا بزاف على المتابعة. كان معكم عصام، وسيط عقاري بسيدي علال البحراوي، بالضبط جنان الأمل ورزيز. إلا كنتو قرابين ليا مرحبا بكم، ولا خصكم أي استفسار ولا بغيتو تبيعو ولا تشريو أي حاجة ما عليكم غير اتصلوا بيا ولا زوروني في الوكالة العقارية. شكرا بزاف والسلام عليكم.